ترى رضاعتها مي بسهلة. حنا نتوقع ان الام تمسك الولد وترضع، الموضوع سهل. انا اقول لاخواتي وامهاتي ابشري بالخير. في بعض الاحاديث طلقة واحدة عند الولادة يغفر الله لك كل الذنوب، من طلقة واحدة من طلقات الولادة. والرضاعة ورد في بعض الروايات والاحاديث ان ارضاعك لولدك على قدر الارضاع ان الله يعطيك حسنات ويدخلك الجنة. لو فرضنا عند بعض الحريم 4 عيال، وكل واحد من هالعيال عمره مثلا 20 25 الى عدي اعمار هالعيال، ولك الان حسنات تمشي، فاتورة الحسنات شغالة. الله لا يحرمنا، قولوا امين. الله يغفر لمن مات من امهاتنا وابائنا ويبارك في اعمار من كان منهن حي. وانا اوصيكم يا شباب، واوصي اللي يشاهدوني، الله بوالديكم. البر تغنموا، السعادة تغنموا. ترى السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، وصبحتوا البنات. واش راكم؟ واش اخباركم؟ واش حوالكم؟ اهلكم، ناسكم، جملتكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب. واليوم راح نشارك معكم فيديو خفيف ظريف كما عودتكم دائما، فيديو فيه وصفه جديده وفيه شويه نشاط، شويه تحفيز، شويه يعني خدمه ميناج هكذا باش نحفزكم شويه تنوضوا تخدموا شغلكم. دائما يكتبوا لي في التعليقات بلي نستناو لي فيديو تاعك باش نوضوا نتحفزوا شويه ونوضوا لخدمتنا لدارنا. ويعني نشكر كامل التعليقات الايجابيه اللي راها تجيني، كثر خيركم البنات، ان شاء الله ربي يجعلها الصدقه يعني في ميزان حسناتكم ان شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم الكلمة الطيبة صدقة. الواحد يعني يقول كلمة طيبة ممكن يوم القيامة يلقاه وما يدري، ممكن كلمة بسيطة لا يلقي لها بالا، ونهار القيامة تجي تحضر له أجبر بها خاطر عبد والله ونس بها عبد، وما تدري لعل هذيك الكلمة ولا هذيك الهمسة اللي أجبرت بها خاطر واحد قادر يوم القيامة هي اللي راح كما نقولوا ترجح لك الكف تاع الميزان تاعك. يعني الواحد ما يستهزاش بهذه الأمور صغيرة، ما انه على بالنا باللي كامل راح ندخلوا الجنه برحمه ربي. بصح يقول لك باللي في الجنه يعني الدرجات بالاعمال، والله اعلم. المهم هنا كما راكم تشوفوا راني صبحتكم بالقهوه وبهذا البتيفور. راح نشارك معكم وصفه في نهايه الفيديو. البنات جا واحد البتيفور واش نقول لكم مش غير كما تاع المحلات، الكو نفس الكو بصح جا كما نقولوا يذوب في الفم، مبسس يهبل البنات. ان شاء الله يعني تجربوا الوصفه، ان شاء الله تنجح معكم كما نجحت معايا انا. المهم يا البنات، على بالي بلي هاد الايامات ايامات شويه كما نقولوا فيها ضغط في العائلات الجزائريه. على بالي بلي كامل رانا نستناو في النتائج نتاع الامتحانات، يعني كامل ممكن اليوم اغلبكم جابوا البيلتا، يعني ولادهم جابوا لهم البيلتا. انا نوصيكم برك يعني ما تضغطوش عليهم، معليش اللي ما جابش ان شاء الله الفصل الثاني يعوض، الفصل الثالث يعوض، خاصه يعني اللي مازالهم صغار يعني في الابتدائي وفي المتوسط. يعني ماهيش حاجه يعني اللي كما نقولوا حنايا تقرير مصير، راه ماهوش باك. الباك هو اللي فيه شويه تقرير مصير، لانه واحد تجيبي معدل مليح راح تخيري حياتك كامله بعد، يعني المهنه اللي راح تخدميها وكلش. ما انه مش اغلب الناس اللي قرات دات المهن اللي تحوس عليها ولا خدمت بقرايتها والله. لذلك واحد ما يضغطش على وليداته ويشوف روحه برك. احنا بكري كيفاش كنا نقراو وين ولينا، وممكن روحنا في تخصصات ماناش نحوسوا عليهم ولا نخدموا في خدمات اصلا ما كناش في بالنا كامل، مش حتى في طموحاتنا ولا في احلامنا. بصح معليش الواحد يعني يحاول انه يلحق وليداته المينيموم، اقل شيء يعودوا قاريين يلحقوا النيفو. معليش، اما الرزق راه بيد ربي، ما على بالكش ممكن ابنك هذاك اللي ما قراش في حياته، يعني ما توفقش في قرايته، يكون هو انجح ولادك وما تدري. الواحد ما يضغطش عليهم، بصح كامل نشتو وليداتنا يعني يطلعونا المورال بهذيك النقاط وكلش. بصح الله غالب، يعني كل واحد كما نقولوا كل واحد قدراته. ذراري يعني ما تقدريش تقارنيهم من بعضهم، كل واحد ربي يعطاه حاجه، كاين اللي يعطاها له في القرايه، كاين اللي يعطاها له في حاجه واحده اخرى. المهم انا سنا والله صدقوني البنات، بني قلت له شوف مال انا نتقلق وحده من الناس تقلق من نقطه، ما نكذبش عليكم. بصح لاني انا اللي كنت انا نقري نسهر نجيب السجيات نحل نحفظ، يعني نمد هذاك الجهد، نحب بني يرجع لي يعني ولو بشيء بسيط يجيب لي نقطه مليحه. المهم هذه المره قلت له شوف يا وليدي ما عندي وقت، ما نكذب عليك، ما عندي جهد، ما عندي مورال نقريك، اقرا وحدك. النقطه اللي تجيبها تحمل مسؤوليتها، سواء مليحه سواء مش مليحه. الله غالب دوك راك تعرف تقرا تعرف تكتب، يعني بديت تكبر يعني تقدر تعتمد على نفسك، مش لازم انا نقعد معاك ونحفظك. تحتاج حاجه اني هنا نفهمك معليش، بصح انا نوقف معاك طول نهار ونحفظك ونحلك معاك السجيات ومن مليه، هذيك انساها. اعتمد على نفسك، النقطه اللي جبتها يعني مليحه مش مليحه تحمل مسؤوليتك، ما تبكي لي ما تشكي لي. المهم يعني تكون انت راضي بالنتيجه اللي راك وصلت ليها.
وكما شفتوا معايا قبيل كنت نغسل في الزرابه، جبت الزرابه كامل غسلتهم نظفتهم. شوفوا هي جات العين وجاتنا في الليل، وكي جاتنا في الليل البنات طولت معنا يعني عمرت الستيرنات وكلش وقعدت تسيل، وقلت سي لوكازيون نغسل الزرابه. كان في بالي نغسلهم بختو ماهمش يعني مسخين والله، حاجه خفيفه برك، وانا ما نحبش حاجه تخليها تطول حتى تتوسخ نبدا نكرت فيها ونحك فيها، نحسها شويه برك توسخت باش يعني يجيني التنظيف تاعها ساهل ونقدر يعني نغسلها، يعني ما تديليش كامل الجهد والله. المهم في البدايه راح نغسل وحده وبعد وليت غسلتهم كامل، وكنت قلت لانه صراحه عاوني اجبد معايا حك معايا، يعني هي اصلا كما قلت لكم ما فيش حاجه خفيفه، حكها برك خفيف، هو اصلا دايرها كل لعبه يعني يجي يلعب ويبخبخ بهذاك الماء. ومن بعدها نشفنا عفوا شللتهم وحطيتهم في الصال دو باي يقطروا للغدوه من ذاك باش نشرتهم، يعني خليتهم يقطروا مليح بنقدر نهزم لانهم مع الماء هذاك يعودوا ثقال بزاف. كي قطروا مليح الغدوه من ذاك نشرتهم كيما شفتوني. وهنا البنات كما راكم تشوفوا هنا راني ندير في المبرجه. المبرجه شاركت معكم الوصفه في القناه مره ولا زوج والله ما على بالي شحال من خطره درت لكم الوصفه، يعني اللي تحب الوصفه ترجع الفيديوهات السابقه. كاين بزاف يقولوا لي بلي ما نلقاوش الوصفات وديرينا وصفات يعني قناه وحدها ولا ديريها لنا ولا كتبي لنا في العنوان، ولا غير نكتب لكم لما كتبت لكم في العنوان الوصفه نكتبوا في الصوره يعني هذيك المثبته تلقاو يعني اسم الوصفه اللي دايرتها في ذاك الفيديو. وكنت وعدتكم قبل باللي حابه ندير نفتح قناه ثانيه نحط فيها نفس الوصفات هذو، لان كان عندي بزاف فيديوهات مازلت محتفظه بهم يعني تاع الوصفات نعاود نحطهم في قناه. برك الوقت ما عنديش باش نقعد لانه فيها خدمه بزاف باش تعاود تفصلي كيما نقولوا الفيديو تاع الوصفه مع الروتين وتحطيه وحدهم، فيها خدمه وحاليا الوقت ما كانش بصح والله غير نوعدكم من نقعد ان شاء الله نديرهم، ومن ذاك نحط وصفات هكذا في تيك توك ولا في الانستغرام ان شاء الله تكونوا من المتابعين تاوعي. المهم البنات هنا كما راكم تشوفوا هنا راني كنت نطيب في المبرجه. صراحه جيت نطيبها بالسميد مليح كما راكم تشوفوا هنايا راه ماهوش سميد فورفور، ما في يجي اصفر هكذا رايح بيضه ونظيف، هذا سميد عادي. حوست على السميد المليح ما كانش، كنت نخدم بماما وماما ما كانش، وحتى وجابوها يعني حبات قلال وجابوا السعر تاعها الدوبل لانه كميه قليله، فانا مش حنشي اكيد بهذاك السعر. المهم هنا كان عندي سميد عادي ماهوش حاجه فور بصح جاب لي نتيجه مليحه في هذه المبرجه، جات كما نقولوا تذوب في الفم، جات مبسه بزاف ويعني عطاني كما قلت لكم نتيجه، وانما اللون فقط ماهوش اللي راه ضاوي جا شويه مدخن معليش. انا هذه المبرجه البنات كنت درتها لامي لانه رايحه عمره ان شاء الله ربي يتقبل، طيبت لها المبرجه وطيبت لها رفيس تونسي وكنت طيبت هذا البتيفور. حبيت نشارك معكم الوصفه تاع البتيفور جاب بزاف بنين. شوفوا واش عندي في الوصفه هذه، عندي المارغرين هذه اوبلين هي تتباع يعني في المحلات اللي يبيعوا لوازم حلويات، من الاحسن ديريها بهذه لما كانش ديري بالمارغرين العادي بصح هذا حسمت لكم نتيجه روعه. في هذيك العلبه دير 25,000 فيها 500 غرام يعني فيها رطل، نحيت منها 200 غرام البنات وزدت 50 غرام نتاع مارغرين عاديه، ضفت لهم هنايا كاس ونص نتاع سكر غلاس. هنا البنات يعني سكر القرطب هذا اذا كنت تحبي يعني الكاطو حلو بزياده ديري 2 كيسان، كاس ونص تكفي، انا ثابت الحلاوه تاعو تجي معتدله. هنايا درت نص كاس نتاع زيت، لازم تضربوا مليح بالباتور يعني لازم تخدموا بالباتور باش يمد لكم نتيجه مليحه باش يجيكم الكاطو تاعكم مهوي وتطلع معكم هذه الزبده جوغ كي تضربي لازم تطلعيها مع السكر وتضيفي لها الزيت بشويه كما راكم تشوفوا. نضرب مليح الخليط البنات، ما تنساوش رشه الملح وما تنساوش ديروا لافاني. هذه الزبده البنات اوبلين اصلا تحسوا فيها ريحه لافاني يعني وفيها ريحه لافاني قاويه، مع ذلك معليش ضيفوا الفانيليا. وهنا كما راكم تشوفوا ضفت عطر الكراميل راح يمد الجو الاصلي تاع التيفور اللي راه يتباع في المحلات، اصلا هذا هو السر تاع الجو تاعهم هما يضيفوا عطر الكراميل. بعد ما نكون ضربت كامل الخليط نتاعي البنات ونحس هذيك الزبده كامل دخلت مع السكر وبدات تطلع، راح نضيف البيض. هنا عندي 3 حبات تاع البيض وواحده صفار، نضيفهم بشويه حتى نكمل كامل البيض اللي عندي. وبعد هنايا ضفت 3 ملاعق نتاع مايزينا مع ملعقه صغيره نتاع خميره الحلوى، ومن بعد نكمل بالفارينه.
الفرينه هنا راح تدي معكم ربع كيسان ونص، يعني ربع كما نقولوا ربع كيسان حتى ربع كيسان ونص، حسب كما نقولوا نوع الفرينه تاعكم، لا تشرب بزاف ولا لا. لازم تخلوها عجينه متلاصقه شويه وفي نفس طريه، وفي نفس الوقت ما تلصقش، يعني كي تمسيها بيدك كي تزايري عليها بين صباعك ما تلصقلكش بين صباعك، وفي نفس الوقت طريه. دوك تشوفوا معايا القوام نتاعها. انا هنا راني غلطت، يعني درت ربع كيسان وجيت حندير النص في الاخير، كبيت الكاس كامل ومن بعد وليت كوبيت المقطع وعاودت نحيت هذيك الفرينه اللي درتها، لانه نسيت شحال من كاس درته. حتى نعاودت المقطع شفت روحي شحال درت، باش يعني عرفت روحي راني غلطه في الحساب، يعني شويه وراحت لي الوصفه كامل، وتولي لي ديك الساعه تولي لي صابلي ولا ما على باليش شح تولي. المهم ديروا ربع كيسان ونص بالضبط، يعني تقريبا تدي لكم ربع كيسان ونص. الخليط يعني القوام تاعو دوكا تشوفوه معايا. والله من ذاك نعود مانيش مركزه، والله يروح لي كامل الحساب، ولا مثلا ينوض بني يبكي، ولا نروح ليه نرجع للوصفه نلقى روحي نسيت كامل، يعني وين كنت حابسه. المهم البنات هذا الوصفه قلت لكم هذا البتي فور درتو لامي ثاني مع المبرجه والرفيس. يعني كنت حابه نصور لكم كامل التحضيرات من ا لزد، يعني الفاليزه، حوايج اللي خيطتهم، اللي دات مع منو جات هذه العمره كيما نقولوا جات فجاه، ما كانتش كامل في البال ولا في الخاطر، ما يعني تقدروا تقولوا جات بسرعه، يعني ما حضرولهاش ولا وجدولها. المهم ان شاء الله يعني اذا جات امي من العمره نشارك معكم واش خيطت. هي ما خيطتش، خيط تجربات فقط، لانه كان عندها من قبل، لانه هي حاجه بيت ربي من قبل وراحت عمره من قبل مش اول مره. سي بوغ سا يعني جانا تحضيرها مش ما درناش هذيك كما نقولوا البلبله تاع التحضير، مش كيما تاع اول مره. ان شاء الله كي نعود انا رايحه ان شاء الله نشارك معكم التفاصيل. ادعوا لي برك ان شاء الله ربي يوفقني، وان شاء الله يعني انا وكل وحده متمنيه يعني هذيك البلاصه ان شاء الله يعني ربي يوصلنا ليها، يعني عاد ماهيش امنيه برك، عاد احتياج انه الواحد لازم يروح. ان شاء الله ربي قدرنا السنه قبل العام الجاي ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. ليا وليكم كامل قولوا امين البنات. المهم يا البنات هنا كما راكم تشوفوا خلطت العجينه، خلطوها بسباتشيل برك، ما تحتاجش انك تخلطيها بيدك، ومن بعد ديريها في لابوش. انا درت هذاك لابوش المسنن تاع البتي فور، وتروحي تشكليها بهذه الطريقه. يعني انا درت 3 لي موديل، دوك نوريهم لكم في الاخير، وكنت شفتوه معايا في بدايه الفيديو. وريتكم هذا الشكل برك، والشكل الثاني هو الشكل او لادوي هذيك تاع كيما اللي تشبه تاع اللامبود نفسها، ثاني ديري في لابوش وتشكلي كيما حبيتي. بعد ما شكلتم بهذا الشكل لازم ديروا طابي هذا تاع السيليكون، ولا الورق تاع هذاك تاع المطبخ افضل، باش كي الحبه تاعكم كي طيبوا تجي تنحيهم ما يتكسرولكمش. هنا كيما راكم تشوفوا ديروهم قد بعضاهم، والطياب نتاعهم البنات دخليهم لفرن مسخن من قبل، ما يدوش المده تاع الطياب ثم يحمروا لكم من تحت. حطوهم للرف التحتاني وشعلوا عليهم من فوق وخلوهم يحمروا مليح باش يدخلهم ثاني طياب لداخل. يعني لتحت ما يدوش طياب بزاف، 5 دقائق برك قيس ما يحمروا من تحت. ومن بعد كيما قلت لكم هبطوا الرف طفوا التحتاني وشعلوا من فوق، وخلوا البتي فور تاعكم حتى يدي هذاك اللون الاحمر، يعني حمروهم بزاف، اصلا البتي فور لازم يجي احمر ثاني باش يطيب لكم من داخل. المهم البنات هنا بعد ما طاب معايا البتي فور هذا عفوا، هذه هي النتيجه كما راكم تشوفوا. هذا اللي جاي شكل طويل، وهذا اللي قلت لكم بلادوي هذيك تاع اللي تشبه تاع اللامبود. ديروا الاشكال اللي تناسبكم، ومجرد برك كما قلت لكم مجرد برك اشكال، كل واحد يدير الشيء اللي يناسبه. هنا هذو لصقت واحده فوق واحده، راح تجيكم يعني الحجم تاعها شويه كبير. اللي ما تحبش ما ديرش بالكونفيتير ولا بلا جولي، ولا ديرهم برك سامبل وتغتصن في الشيكولا كما درت في الموديل الثاني. هنا كنت ذوبت شويه شوكولا، كانت عندي شويه تاع وجدان وزدتها ثاني شويه من المونة نوار. مدت لي هذا اللون لانه تاع الوجدان تجي شويه كلار هذيك تاع الحليب. واختصتها يعني كما راكم تشوفوا هذا الشكل والشكل الاخر. اما هذا اللي جاي طويل درت له فقط خطوط من فوق. هنا راني قاعده نصور وشاده تليفون بايد ونخدم بايد. التليفون هنا كانت ديجا طاحت لي لا شارج، وقلت نصور هذه اللقطه برك قبل ما يطفى، يعني بلا ما نحطه في السيبور ولا باش نحطه في الشارجر. المهم البنات هنايا كما راكم تشوفوا هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله تجربوها وتردوا لي تحت في التعليقات. وبلا ما نوصيكم البنات ما تبخلوش عليا بجام هكذاك باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين. راها نقصت لي بزاف المشاهده، ما على باليش علاش، ممكن من الغياب او ممكن ما نمشي نلحقوكم في الاشعارات تاع الفيديو، الله اعلم.
المهم البنات، هنا راني جيت لنهاية الفيديو. هذا هو الفيديو تاعنا اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله نكون عد حسن ظنكم. عفوا، خليتكم في رعاية الرحمن، والى اللقاء في فيديوهات قادمة بإذن الله.